النهارده هنشرح درس مهم جدا عن البلاغه والنحو. وكان في مستر متولي بتاع اللغه العربيه، ومستر متولي الحقيقه المفروض يبقى اخر حد في الوجود يدرس لغه عربيه، لان هو ما كانش عنده مخرج حرف واحد سليم، مخارج الالفاظ عنده كلها مضروبه، هو بيتكلم ما تفهمش منه حاجه حرفيا. كان شكله غريب، كان كاركتر كده، كان بيشرب سجاير بشراهه وهو فاكر ان احنا ما نعرفش ان هو بيشرب سجاير، بس هو باين على اسنانه اللي بايظه وعلى ريحه نفسه ان هو بيشرب سجاير، وعنده شنب ضخم كده اشعث ومبهدل ما بيحلقوش ولا بيخففوا ولا اي حاجه، واقرع بس سايب شعر الجناب واللي ورا ده سايبه طالع كده ومنكوش، فشكله شبه عبد الله مشرف في مسلسل ونيس. وكمان بيتكلم بطريقه غريبه جدا وصوته تخين، فيخش الحصه كده يشرح لك النهارده هنشرح درس مهم جدا عن البلاغه والنحو، ولو ما سالت في الاخر من الحصه وما عرفتش تجاوب انت بقى، فانت ما فهمتش غير بقى من اللي اتقال. طب انت ازاي مدرس عربي؟ طب نفهمك ازاي؟ احنا في ترجمه هتنزل، دي لغه عربيه اللي انت بتتكلمها. بس كان طيب وشاطر بامانه، يعني كان بيحب الشعر قوي والبلاغه وبيعشق اللغه العربيه، ويقعد بقى يقول لنا قصايد لابن المقفع بره المنهج بقى، كان يفيض علينا من علمه يعني.